النهاردة هنتكلم عن موضوع تقيل شوية ومهم قوي لحياة ناس كتير مننا. التعافي من الصدمات العاطفية، خطوات عملية عشان تخف من التجارب اللي وجعتك وإزاي ترجع أقوى ومطمن أكتر من أي وقت فات. كل واحد فينا عدى عليه حاجات مؤلمة سابت أثر جواه. ممكن تكون صدمة فقد حد بتحبه، موت أو انفصال، أو كنت في علاقة بتوجع، أو حد خانك، أو أي موقف هز إحساسك بالأمان في الدنيا. الصدمات دي مش بتطير لوحدها، لو فضلنا مطنشينها هتفضل متخزنة في مخنا وجسمنا وتأثر على نفسيتنا وعلاقاتنا وحتى على نظرتنا للمستقبل. التعافي من الصدمة مش معناه إننا ننسى اللي حصل، لا خالص. التعافي معناه إننا نعرف نضم التجربة الموجعة دي لحياتنا بطريقة صحية عشان ما تشلش سيطرتها علينا وعلى قراراتنا. يعني نحول القصة من خطر طول الوقت بيهددنا لحدث صعب عدى في الماضي واتعلمنا منه. بتوع علم النفس بيسموا ده النمو اللي بيجي بعد الصدمة Post Traumatic Growth PTG، وده تحول إيجابي بيحصل لما بنواجه الوجع بجد. في الفيديو ده ما تقلقش، مش هنسيبك لوحدك في المشوار ده. هنفهمك ايه هي الصدمات دي وازاي بتلعب في دماغنا وجسمنا من منظور علم الأعصاب، وهنقولك على 5 خطوات أساسية للتعافي، ودي خطوات عملية ومجربة تقدر تبدأ تطبقها من دلوقتي. الخطوات دي معمولة مخصوص عشان تفك ارتباطك بالوجع وترجع تبني إحساسك بالأمان والقوة اللي جواك. ليه التعافي مش رفاهية؟ لأ، ده ضرورة. بترجع لك السيطرة على حياتك. الصدمة بتخليك تحس إن أنت عاجز. التعافي هو العملية اللي بترجع لك إحساسك إنك تقدر تتحكم في مشاعرك وقراراتك تاني. بتكسر دايرة الغلط المتكرر. لو سيبنا الصدمة مدفونة ممكن نكرر نفس المشاكل والأنماط الموجعة في علاقاتنا أو اختياراتنا من غير ما نحس. بتظبط صحتك الجسدية والنفسية. الضغط المستمر بتاع الصدمات بيرفع هرمون الكورتيزول وبيضاعف المناعة. التعافي بيقلل التوتر وبيخلي صحتك أحسن في العموم. بتبني علاقات صحية بجد. لما بتخف بتقدر تحط حدود واضحة وتختار ناس وعلاقات كويسة، مش اللي شبه الأذى اللي شفته قبل كده. بتحقق النمو ما بعد الصدمة PTG، وده أهم حاجة، إنك تبقى أقوى وأحكم وعندك امتنان ووعي أكتر بالرغم من التجربة الصعبة دي مش بسببها. الخطوة الأولى: اعترف بوجعك وأدي لمشاعرك حقها. Acknowledge and validate. تعمل إيه؟ بطل تنكر أو تقلل من وجعك. اعترف لنفسك بوضوح: اللي عديت بيه كان بيوجع بجد وأنا موجوع وده طبيعي. التمرين العملي: تمرين تثبيت وجودك في اللحظة Grounding. اقعد في مكان هادي، ركز على حواسك الخمسة: 5 حاجات شايفها، 4 حاجات لمسها، 3 حاجات سمعها، 2 حاجة شممها، 1 حاجة بتتذوقها، عشان ترجع عقلك للحاضر وتبعده عن ذكريات الماضي. الخطوة التانية: دور على الدعم من الناس المتخصصين. Seek support. تعمل إيه؟ ما تخافش تحاول تخف لوحدك. التعافي محتاج ناس تسندك. التطبيق: اختار دايرة الأمان. حدد شخص تثق فيه، صاحب، قريب، تقدر تتكلم معاه من غير خوف إنه يحكم عليك. الأهم: اطلب مساعدة متخصص، دكتور نفسي أو معالج متخصص في الصدمات Trauma Therapist. الخطوة الثالثة: ارجع ابني إحساسك بالأمان الشخصي. Rebuild Safety and Predictability. تعمل إيه؟ بعد الصدمة الدنيا بتبان مخيفة. محتاج خطوات صغيرة عشان ترجع تحس بالأمان في يومك. التطبيق: الروتين الثابت Structure. اعمل لنفسك روتين يومي بسيط ومحدد، مواعيد نوم، أكل، شغل. الروتين بيرجع للمخ إحساسه بالسيطرة والتوقع، وده بيهدي الجهاز العصبي جدا. الخطوة الرابعة: عبر عن اللي جواك بوعي. Process the trauma. تعمل إيه؟ إنك تعبر عن وجعك ده جزء مهم عشان تفك قوة الصدمة. هنا بنبدأ نتعامل مع القصة بدل ما ندفنها. التطبيق: الكتابة العلاجية Journaling. اكتب عن مشاعرك وتجربتك بكل تفاصيلها من غير ما تحكم على اللي بتكتبه. ما تقراش اللي كتبته غير بعد فترة. الهدف هو تفضية المشاعر دي. الخطوة الخامسة: ركز على دلوقتي والمستقبل. Focus on the now and growth. تعمل إيه؟ ما تخليش الصدمة تسرق مستقبلك. ابدأ تحدد مين أنت الجديد اللي طلع من الأزمة. التطبيق: حدد قيمك الجديدة. اسأل نفسك: إيه اللي التجربة دي علمتهولي عن أهم أولوياتي في الحياة؟ يمكن القوة، المرونة، الصبر.
ابدأ خد قرارات صغيرة تمشي مع القيم الجديدة دي عشان تبني هويتك الأقوى. الزتونة، التعافي مشوار مش سباق سريع. عامل نفسك بالراحة واللطف وصدق إنك أقوى بكتير مما تتخيل. ما تنساش، أي خطوة صغيرة بتاخدها هي مكسب كبير ليك. أنت تستاهل تخف وتعيش مطمن. شاركونا في التعليقات، إيه هي أكتر خطوة حسيت إنك لازم تبدأ بيها فوراً في مشوار التعافي؟ وما تبخلوش علينا باللايك للفيديو والاشتراك في القناة عشان نفضل ننشر الوعي والدعم ده. أشوفكم على خير.